شاب قدر إنه يتحول من شخص مدمن على المخدرات إلى أذكى رجل في العالم، وقدر إنه يبقى رئيس لبلاده. قصتنا بتبدأ مع شاب في الثلاثينات من عمره، يعمل كاتبا، ولكنه يقضي الكثير من الأيام والأسابيع والشهور أيضا ولا يمكنه أن ينجز أي عمل. ومن كثرة فشله في الحياة أدمن المخدرات لنسيانه كل الفشل الذي مر ولا زال يمر به. وعلى الرغم من كونه كاتبا إلا أنه فاشل في مجال عمله، ولكن كان هناك جانبا في حياته يهون عليه صعابها. لقد كانت الفتاة التي يحبها بكل شدة، فكانت هي الوحيدة التي تدعمه بالحياة وصعابها. وفي يوم من الأيام يقابل ذلك الشاب أخ زوجته السابقة، والذي بدوره يقوم بدعوته على تناول طعام الغداء بأحد المطاعم، وهناك يعرف من خلاله مدى الصعوبات التي بحياته، وأنه يتخطى صعبا ليواجه ما هو أكثر صعوبة. كان أخ زوجته السابقة يبدو عليه الثراء الفاحش، ولكنه قدم عرضا مغريا لهذا الشاب. لقد عرض عليه أن يعطيه حبة واحدة من تصنيع شركته، والتي يعمل بها مديرا استشاريا، وهذا الدواء حصري، وقد صرحت منظمات الصحة به. ويعمل هذا الدواء على تحفيز الخلايا بمخ الإنسان على عملها بنسبة 100%. والآن الإنسان الطبيعي لا يستخدم من عقله إلا 20%، وأن سعر هذه الحبة $100، وأعطاها لهذا الشاب كهدية وعطاء، وقبل بها الشاب. وعندما قرر تناولها عند باب منزله، وكانت حينها صاحبة المنزل تريد أموال استئجار منزلها، وأثناء مطالبة صاحبة المنزل بأموالها يبدأ مفعول الدواء في العمل، فتتسع مدارك الشاب الحسية والعقلية، ويبدأ في التفكير باتساع لم يعهد له مثيل من قبل. ويتحدث مع صاحبة المنزل عن الكلية التي كانت بها، ولقد تذكر أنها بكلية الحقوق من طرف كتاب كان قد لمحه بحقيبتها من 12 عام مضت، وانبهر بكيفية تذكره لذكرى بسيطة وبهذه الدقة المبالغ بها. وبدأ في التحدث مع صاحبة المنزل عن كتب القانون، ويعرض عليها مساعدته عندما رأى علامات الانبهار قد رسمت على وجهها من كثرة تحدثه وعلمه عن كل شيء في مجال عملها. وبالفعل يقوم بكتابة مقال لها عن مراجع وأشياء تحتاجها بعملها، وفي خلال 45 دقيقة يكون قد سلمها لها. وهذا المقال بالنسبة لها كان بمثابة طوق النجاة، وبدلا من أن تطالبه بالأموال متأخرة الدفع، باتت تشكره جزيل الشكر، ولا تعلم كيف تجازيه عما فعله. وبمجرد دخوله المنزل يتعجب من المكان الذي كان يسكن فيه، ويسأل كيف سمح لنفسه أن يعيش بمكان مثل هذا. وبدأ في تنظيف وترتيب المنزل، وكان حينها قادرا على فعل أكثر من شيء في نفس الوقت دون تعب وبتركيز عالي. وعندما أنهى ترتيب منزله وأكل بعض الطعام الصحي الذي قام بإعداده، جلس صافي الذهن واستكمل كتابة الكتاب الذي استغرق منه الكثير من الوقت من عمره، وجلس ولم يلتفت يمينا أو يسارا حتى غلبه النوم. وثاني يوم استيقظ من نومه، ولكنه بحالته العادية كما كان من قبل، ولقد انتهى مفعول الحبة الخارقة، ولم يجد من أمره شيء إلا أن يحمل ما كتبه من ليلة البارحة وأن يذهب به لمديرة النشر، والتي كانت قد فقدت كل الآمال به على الإطلاق. كانت لم تقبل منه العمل، ولكنه طلب منها قراءة صفحة أو اثنين، وإن لم يعجبها العمل يمكنها الإلقاء به في سلة المهملات. أما إن وصل منزله حتى وجد المديرة قد أجرت العديد من الاتصالات، وتركت له رسالة نصية، والتي كان محتواها أنها أرادت أن تفعل ما طلبه منها، وهو أن تقرأ صفحة، ولكنها قرأت 50 صفحة، ولا تستطيع إبعاد الكتاب عن عينيها ولا تتركه من يدها، وأنه عمل يستحق نشره في الحال وتأجيل كل عمل قبله. وعلى الفور يذهب هذا الشاب إلى شقيق زوجته السابقة رغبة في حصوله على حبة ثانية ليواصل كتاباته التي أشيد بها. وعندما وصل إليه يجده في حالة غير جيدة، ويجد أن أحدا قام بضربه بشدة. وكانت المفاجأة بالنسبة له عندما صارحه بأن الدواء مصنوع بمختبر، وأنه غير مصرح به من الأساس. ولكن الشاب ما زال مصرا على طلبه بعد كل الإنجازات التي أنجزها في مجرد يوم واحد. وقرر شقيق زوجته السابقة إعطائه الحبة، ولكن يطلب منه أن يذهب أولا ويحضر له إفطارا وبدلة، حيث أن هيئته لا تسمح له بالنزول. وعندما أتى الشاب ومعه الملابس والطعام، فيجد شقيق زوجته السابقة قتل ودمه سائح من حوله بكل مكان. بدأ ذلك الشاب بالاتصال برجال الشرطة على الفور ليأتوا إليه في الحال. وفي أثناء انتظاره لرجال الشرطة يبحث الشاب في كل مكان عن مكان الهبوط، ولكنه لا يجد شيئا. وفي آخر لحظة يتذكر أن شقيق زوجته من الأساس لا يجيد طهي الطعام، فيذهب سريعا للمطبخ ويبحث فيه، وبالفعل يجد الكثير والكثير من الحبوب وكثير من الأموال أيضا.
ومذكرة بها أسماء بعض الأشخاص الذين يتعاملون معه ويأخذون منه الحبوب، ويخفي كل ما سبق قبل مجيء رجال الشرطة وينجح في ذلك. وعندما أتوا قاموا باستجوابه، ثم في النهاية تركوه، وقسم الحبوب على مدار ما تبقى من عمره بأن يتناول حبة واحدة منها يوميا وليس أكثر من ذلك. وبمساعدة هذه الحبوب تمكن من إنهاء تأليف كتاب كامل في 4 أيام، ولكنه يجد أن الأموال التي يأخذها من تأليف الكتب ليست كافية، فقرر الدخول إلى عالم البورصة. وبالفعل يتمكن من خلال 4 أيام أن يزيد أمواله إلى 5 أمثالها، ولكن الطمع ملأ قلبه فأراد أموالا أكثر ليستثمرها في البورصة ويجني أموالا هائلة في وقت قياسي. فاتجه إلى أحد الأشخاص والذي عرف عنه أنه يقرض أمواله ويأخذها بفوائد ذات قيمة أعلى في وقت لاحق، وبالفعل أخذ منه مبلغا بقيمة $100 واستثمرها في البورصة. وفي خلال أسبوع واحد كان في حسابه $2 مليون، وانهالت عليه عروض التوظيف، ونال شهرة واسعة، والكل أصبح يتحدث عنه في المجالات ووسائل الإعلام. واستطاع أن يرجع لحبيبته التي كانت تدعمه في كل خطوات حياته. وكان الشاب يعمل في صمت في انتظار أهم حدث بالنسبة إليه، والذي سيشكل في كل حياته فارقا عظيما. وبالفعل حدث ما كان ينتظره، فحظى بمقابلة مع أحد رجال الأعمال وأوسعهم شهرة ومكانة، ودعاه رجل البورصة الأول للقاء خاص معه. ذهب الشاب إليه، وهناك طلب منه رجل البورصة التحدث عن السر وراء نجاحاته المتتالية، والتي حققت الكثير من الإنجازات في وقت قياسي. فبدأ هذا الشاب في الحديث عن كل ما يتعلق بالبورصة والعقل، وأعجب رجل البورصة بالعقلية الفذة لهذا الشاب، وعرض عليه أن يوصله بنفسه للمنزل. وقبل الشاب عرضه، وأثناء الطريق قام رجل البورصة بإعطاء الشاب ملفات في غاية الأهمية والسرية، خاصة بأكبر شركتي الطاقة، ويطلب منه أن يدرس الملفات. ثم يفتح الشاب الملفات ويقلب بها، وفي الحال يأتي إليه بالجواب ويقترح عليه أن يسيطر على الشركة الأكبر بهما، ومن ثم يلحق الشركة الأخرى الخسارة، وبالتالي يمكنه من خلال ذلك السيطرة على عالم البورصة كليا. وأصبح رجل البورصة مندهشا بطريقة تفكير هذا الشاب، ويحدد موعدا بالغد للقائه حيث يمكنه دراسة الملفات بشكل أوسع وأشمل. وباليوم التالي يقرر أنه لن يتناول الحبة تجنبا للأعراض الجانبية والتي ظهرت عليه وسببت له الكثير من المشاكل، ويقوم بقراءة الملفات التي أعطاها له رجل البورصة، ولكنه لا يكمل صفحة واحدة منها، ويصر على إتمام يومه دون تناول هذه الحبة. وبعدها يذهب لرجل البورصة وقد كان فاقدا لتركيزه كليا، ويجلس في الاجتماع دون أن يحضر كلمة واحدة. وأثناء الاجتماع يرى في الأخبار خبر هام وعاجل، وهو مقتل سيدة بأحد الفنادق، فغادر مسرعا وعاد إلى بيته. وهناك بالمنزل يجد رسالة قد تركتها زوجته السابقة تسأله فيها إن كان قد أخذ أي دواء من شقيقها قبل موته، فيتصل بها على الفور ويحدد معها موعدا للقائها. وحتى يحين الذهاب إليها يجلب المذكرة ويقوم بالاتصال على الذين تعاملوا مع شقيقها وأخذوا منه الحبوب مسبقا، ولكنه اكتشف كارثة، فجميعهم إما فارق الحياة وإما في العناية المشددة. ولكنه سمع صوتا كان خلفه مباشرة، لقد اتضح أنه شخص يراقبه، ففر هاربا منه واتجه لموعده بزوجته السابقة، والتي وجد حالتها الصحية قد تدهورت كليا بسبب الحبوب، والتي عرف منها أنه يجب عليه أن يتخلى عن تعاطيها شيئا فشيئا، وإلا ضاعت حياتها منه كليا، وأصبح تحت رحمة الأجهزة الطبية بالعناية المشددة. وأثناء خروجه من عندها يجد في طريقه الرجل الذي أقرضه الأموال مسبقا ويرغب في استرداد أمواله، فيقوم بضربه فتسقط الحبة من يده، فيقوم الرجل بأخذها وتناولها منه على الفور رغبة في تجربتها، ويأخذ أمواله ويغادر في الحال. تنهار حالة الشاب الصحية، فيتوجه إلى حبيبته بمكان عملها ويطلب منها مساعدته في الحال، وأن عليها الذهاب لمنزلها والإتيان بحبوبه التي خبأها لديها، وإلا أنه سيفقد حياته خلال القليل من الوقت، وتتركه في عملها وتعود لمنزلها وتأتي بالحبوب. ولكن أثناء عودتها إليه تشعر بأن هناك شخص ما يراقبها، فتذهب إلى سيارتها للتأكد أن ما شعرت به حقيقة، وبالفعل تتصل على الشاب وتخبره بكل ما جرى بعدما ركضت مسافة طويلة منه تريد تضليله، ولكنها فشلت في ذلك. فيطلب منها الشاب تناول حبة من الحبوب التي بحوزتها لتتمكن من الهروب، وبالفعل تتحول لشخص آخر بمجرد تناولها للحبة، وبكل سهولة تضلله وتذهب لحبيبها وتعطيه الحبة، فيعود لوعيه ولكامل تركيزه من جديد. وباليوم التالي يعود إليه رجل القروض ويريد حبة مقابل ما يريده من الأموال، حيث أن مفعولها ساحر، ولا يجد طريقة إلا أن يعطيه منها حتى لا يثير المشاكل والفوضى
ويعود رجل البورصة حتى يعيد الوصل بينهما من جديد بعدما أنهى دراسة الملفات التي كان قد أعطاها له من قبل. وفي خلال شهرين من تناول الحبوب أصبح هذا الشاب أفضل قائدا في تاريخ أكبر المؤسسات الإدارية عالميا، ويصبح قادرا على موازنة حياته من تناول الحبوب وتقليلها تدريجيا والإقلاع عن المخدرات بشكل نهائي حفاظا على صحته وخوفا من نفاذ الحبوب منه. ويذهب إلى المختبر ويطلب من الطبيب أن يصنع له حبوب مماثلة بنفس المكونات ونفس التأثير. ويأتي اليوم الذي يكون فيه كثير القلق والارتباك بسبب أن مالك صاحب أكبر شركة للطاقة في حالة حرجة بالعناية المركزة، والجميع في انتظاره بما فيهم الشاب للتوقيع على تنازله عن الشركة. وتأتي زوجته وتخبرهم أن زوجها على أتم الاستعداد للتوقيع، ولكنه لم يفعل ذلك إلا بعد تعافيه بالكامل. وعندما يذهب الشاب لتوصيلها لسيارتها يلاحظ أن سائقها الخاص هو نفس الشخص الذي أراد قتله وقتل حبيبته بسبب الحبوب، فيكتشف أن صاحب شركة الطاقة كان يعمل مع شقيق زوجته السابقة، وأنه كان يأخذ منه الحبوب، ثم يتم طلبه لعرضه على بعض الشهود في قضية مقتل السيدة التي كانت في الفندق، ويذهب معه المحامي ويتم تبرئته كليا. ولكنه يتفاجأ بأن المحامي قد قام بسرقة الحبوب من جيبه، فيقف على حافة شقته والتي كانت مزودة بأنظمة أمان عالية وذات تقنية أفضل ما يكون، ويريد الانتحار، ولكنه على آخر لحظة يقرر ألا يلقي بنفسه للتهلكة، ثم يبحث عن أي حبة تمكنه من الفرار، ولكنه لم يجد، ثم يختبئ ممسكا بسكين حاد ويقتل رجل القرود ويشرب من دمه حيث لا يزال به تأثير الحبة، فيعود إليه تركيزه من جديد. واستغل ذكائه وتمكن من التخلص من كل رجاله، ويعلم أن صاحب شركة الطاقة قد مات، فيذهب للمحامي الذي طمع في الحبوب ويتركه مقتولا. وبعد مرور 6 شهور يترشح لمنصب رئيس البلاد ويفوز به أيضا. ويأتي إليه رجل البورصة ويهدده بأنه أصبح مالك أكبر شركات الأدوية والتي كانت تدعمه طوال فترة الانتخابات حتى نجاحه، وأنه إن لم يفعل له ما يريد سيضغط عليه حتى يتم عزله. فيبتسم الشاب ويخبره بأنه أذكى منه وأنه يمسك عليه الكثير من الأمور والتي بإمكانها أن تجعله على حافة الموت وبالقانون، وأنه ليس بهذا الغباء أن يصل لمنصب كهذا ويظل تحت رحمة الحبوب، وأنه لا يوجد لديه أي وسيلة للضغط عليه، حيث أنه بالفعل أقلع عن تناول الحبوب كليا. وبكده تبقى انتهت قصة النهاردة. لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وشكرا للمشاهدة، وفي أمان الله.